مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا مرة أخرى في قمة أخرى من قمم بطولة كأس آسيا 2023. وموعدنا اليوم من ملعب المدينة التعليمية، أحد الشواهد التاريخية أيضا على بطولة كأس العالم 2022، واليوم أيضا للمرة الثانية يستضيف بطولة كبرى، ولأكثر من ذلك بحكم أيضا أن ملعب المدينة التعليمية كان قد استضافت قبل ذلك مباريات بطولة كأس العالم للأندية. قمة كبيرة منتظرة وواحدة من قمم الدور الأول ودور المجموعات هنا في هذه المواجهة التي تجمع المنتخب العراقي في ملعب المدينة التعليمية مع المنتخب الياباني في هذه المواجهة التي يرى الكثير بأنها مباراة لحسم صدارة هذه المجموعة بعد انتصار الفريقين في الدور الأول وفي الجولة الأولى على مستوى أحداث هذه المجموعة. العد التنازلي وصافرة خاونة، كل من خلف زيد كحكم مساعد أول وياسر السلطان حكما مساعدا ثانيا في هذه المواجهة وهذا اللقاء على مستوى التحكيم، بينما يجلس الدولي أيمن حسين والمحاولة عراقية ملعوب مورياسو عن أن يحقق هذا الشيء بحكم أنه سبق وأن فاز باللقب كلاعب. كرة وتسديد قوية، سوزوكي هذا سوزوكي يلعب الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، مرمى المنتخب الياباني لا زالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. وسود الرافدين لا 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 بوتوبر جول وفعل سأعاقب منتخبات آسيا والعقاب يأتي على الكمبيوتر. الله يا عراقي، الله يا عراقي، الله يا عراقي. أيمن حسين في المكان المناسب. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، هو من بدأ. شوف بالمقابل وبعدت في التوقيت المناسب، عادت لمصلحة المنتخب الياباني. صافرة موجود تعني العديد من الجماهير كرة لمصلحة كوبو داخل منطقة الجزاء. إبعاده بدأ المشوار بالانتصار على فيتنام. كرة أخرى في الجهة اليمنى عرضية داخل كرة بمحاولة ملعوبة الآن داخل منطقة التوقيت. فازت العراق بهدف مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي، لكن بعد ذلك لم ينجح المنتخب العراقي. محاولة خطيرة جدا عرضية إلى خارج أرضية الميدان ومحاولة إلى ركلة مرمى. أتحدث عن ذكريات الفريقين هنا في دوحة، التقوا مرتين في عام 2000 في لبنان وفي عام 2015 في استراليا، وفي المرتين خلال احداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة الان امامية، لكن ايضا وصماني ويتلقى الى الان في هذه البطولة 3 اهداف. تحولت لمصلحة المنتخب الياباني في الجهات اليمنى، مرور بشكل مثالي جدا، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة. فرصة لليابان وبعد ذلك عند حارس المرمى جلال حسن يسيطر على كورته بالصورة المطلوبة وكما ينبغي، ويبقي الأمور بتقدم المنتخب العراقي. ليفربول يلعب الكرة في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب مينامينو. محاولة الميدان، هو لعبت الكرة والمحاولة خطيرة جدا، خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة واتارو إندو إلى خارج أرضية. محاولة ملعوبة أمامية وصلت إلى مينامينو. إندو يلعبها في الجهة اليمنى عرضية ملعوبة. جلال في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة تعود لمصلحة المنتخب الياباني عند حارسي المرمى جميع المنافسات وكما تصفيات كأس العالم. اليابان اليوم الوضع مختلف، عرضية داخل منطقة الجزاء وإبعاد إلى خارج أرضية المتي على نظافة الشباك. ملعوبة من علي جاسم، صافرة وخطأ لعلي جاسم.
صافرة داخل المنطقة، إبعاد لا زالت مستمرة وقائمة، رأسية وتدخل. الله، محاولة تسديد قوية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمير العماري وصلت، واضرب يا أيمن حسين، محاولة أمامية. تأخر جلال حسن، تأخر جلال حسن في الخروج، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة مرمى. هذا جوني ايتو. كثير من الاشياء الايجابيه في ارضيه الملعب، ويرفع الروح المعنويه بالنسبه للاعبين والجمهور العراقي. اليوم يقدم كره بمحاوله ملعوبه خطيره الراسيه، لكن الى خارج ارضيه الميدان، والمحاوله بعد ذلك في المرمى، ملعوبه داخل منطقه، لكن ايضا تغطيه وابعاد راسيه. دافع، محاوله ملعوبه الان داخل منطقه الجزاء، راسيه وابعدت. يلا مرتده يا شباب. صافرة صفر. نعم، خطأ. يمكن ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة مستمرة وصلته. بطل هذه المجموعة راح يلعب مع أفضل ثالث. ممكن سوريا. الجهة اليسرى، بايش، رأسية من أيمن حسين، لا زالت عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، سهلة عن سوزوكي. لكن العراق كانت حاضرة بشكل مميز. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة، صافرة موجودة وخطأ. 5 دقائق. البحث عن العرضية، جول. مستحيل، والمستحيل ليس عراقيا، أسود الرافدين، قاهر المستحيل. الله عراقي وبهدفين مقابل لا شيء. انتهى الشوط. المنتخب العراقي يتقدم وبهدفين نظيفين على حساب اليابان هنا في ملعب المدينة التعليمية. درسا تعليميا. ضربة الحرة المباشرة، كرة تلعب بالراس، تبعد، والتسديدة خارج الملعب. كوبو العرضية اصطدت إلى ضربة ركنية تلعب عالية وتصل بهذه الصورة إلى ضربة ركنية. انطلاقة، هذه كرة الله ضربة جزاء. الله، لا زالت عراقية. الله، هل هناك عودة للفار؟ هل هناك عودة للفار؟ أرى في ذلك، أرى في هذه لكن مهند، وبعد ذلك الضربة الركنية. هذه أنا حضور كبير في هذه المباراة. الآن الكرة العرضية خطيرة، فرصة، برافو. ضربة جزاء صافرة من خالد الطريس على ضربة جزاء الطريس، ويتمنى، انا اعتقد انه ابعد الكرة في الاولى. عينك الكرة راح يعيدها، راح يلغيها، الغاها. الحب، كرة خطيرة، وقطر في الدوري القطري، هذه كرة بالراس، لكن موجود جلال حسن الكعب، عرضية وخطيرة. بان العرضية بها، الله خطير، الله، برافو. اليمنى، وكرة ديل كذلك في اللحظات الماضية، البحث عن التسديد، ولدينا خطأ في مكان. الألمان يبدو للأقرب، ولكنها مرت سهلة، مرت من أدوان الياباني الذي تقدم وسدد. العراق مع التبديلات، تنجح العراق الآن، ومحاولة الله، كانت كافية لأن تكون القاضية، كانت كافية يا مهند علي لأن تكون. هذه عرضية، هذه خطيرة، برافو. ضربة ليه، برافو.
تنقل خطيرة لليابان ولا زالت قائمة. متأخر في النتيجة، خطيرة، فرصة، برافو، تغطية ممتازة. ديل في الكرة الماضية خطيرة، محاولة، اصطدت وهي للأمام. الله 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 الله. هذا المكان المحاولة مستمر، خطيرة لكن تبعد ولا زال المنتخب الياباني يحاول العرضية بهذه الصورة. الله، الحمد لله الحمد لله من دايزن كرة كانت في متناولة، كرة كانت نعم سهلة في متناولة، كرة جميلة كانت تكون فرصة لالتقاط الأنفاس في هذه الكرة. الله الله الله، يا مهند يا علي، يا مهند يا علي، شيء يا كرة تلعب عالية بالراس، خطيرة، مرت إلى ضربة ركنية، ثقنية تلعب الآن، خطيرة بالراس لكنها مرت أخرى بردا وسلاما. صارت الأولى الخسارة لمنتخبات ومنتخب الأسود. ضربة ركنية عالية خطيرة. الله الله، جلال حسن يخطئ في توقيت غير مناسب، له خرج وله أبعد الكل. بايش أحد رجال المباراة الآن، الصافرة على يتراجعون، والتسديدة وضربت وتصل إلى ضربة ركنية خطيرة، لا زالت الآن تبعد وتصل بعد ذلك لخارج الملعب. هذه